جربنا اغرب وصفات شفناها على تيك توك، وده الجزء التاسع. برضه هنقول لكم الوصفات حلوه وتستاهل تجربوها ولا طلعت وجع بطن. جربنا المره دي كوكيز الشوكولاته بالبرتقال، باستا كريمي وتمر بالشوكولاته، ووصفات تانية هتشوفوها دلوقتي. بما ان موسم شتاء والبرتقال موجود كتير، فبدأنا بكوكيز الشوكولاته بالبرتقال. قطعناه الاول شرايح رفيعه وحطينا عليه سكر، وبعدين نزلناه في شويه ميه سخنين على النار عشان ياخد غلوه واحده مع السكر فيكرمل. وبعدين في صينيه عليها ورقه زبده رصيناه دخلناه الفرن تقريبا ربع ساعه عشان يتحمص كده شويه وياخد لون. وفي الوقت ده كنا بدأنا نعمل عجينه الكوكيز. في بوله حطينا 4 مكعبات كبار زبده، عليهم كوبايه سكر وبيضتين، وقلبناهم كويس لحد ما بقى خليط سايل كده شويه. وبعدين حطينا كوبايه ونص دقيق بالتدريج لحد ما العجينه لمت ما بقتش تلزق في الايد، وكده بقت جاهزه. غلفناها سبناها في التلاجة تقريبا نص ساعة. لما خرجناها رشينا شوية دقيق عشان ما تلزقش، بدأنا نفردها لحد ما سمكها بقى متساوي من كل حتة. بعد كده قطعناها، استخدمنا هنا مج كبير، كوباية تانية صغيرة شوية عشان نبقى بننوع في الأحجام. المهم بعد كده رصينا العجينة في صينية، والحتة المختلفة بقى هنا إننا حطينا كمان شرايح البرتقال عليها من فوق عشان يدخلوا هما الاتنين الفرن ويلزقوا في بعض ويبقوا حاجة واحدة. احنا دخلناهم على درجة حرارة 200. أول ما البسكوت احمر من تحت خرجناه، وعشان نضيف له بعد تالت خالص غير البرتقال والبسكوت غطيناه كمان بشوكولاته سايحه. ودي كانت النتيجه. شكله مغري قوي، طعم كمان كان حلو جدا جدا، والميكس بين البسكوت ومزازه البرتقال مع الشوكولاته بصراحه كان يستاهل التعب ده كله. وحاجه برضو الناس مش هتختلف كتير على طعمها، حتى قشر البرتقال اللي كنا مقلقين منه ما كانش عامل اي مشكله في الطعم خالص. عشان كده الوصفه دي دخلت قائمه تمام. لو بتحب الحلويات السريعه فالوصفه دي مختلفه ومفيش اسرع منها. تمر محشي مكسرات ومتغطي بالشوكولاته البيضاء. جهزنا التمر معاه شويه بيكان، بس طبعا اهم حاجه يبقى ني مش مملح. وفي بوله ثالثه سيحنا الشوكولاته البيضاء. فتحنا التمر، شلنا البذره وحطينا المكسرات مكانها، وبعدين قفلناه بالخله وغرقناه في الشوكولاته البيضاء السايحه. وعشان طبقه الشوكولاته دي تمسك نفسها والتمر يحلو اكتر دخلناه التلاجة حوالي 5 ساعات. بعد ما الشوكولاته جمدت حطينا التمر في ورق كب كيك وسيحنا شوكولاته بني عاديه عشان نزينه بيها من فوق، وده كان الشكل في الاخر. اما الطعم فكان مختلف جدا. طبقه الشوكولاته البيضاء عامله قرمشه، في نفس الوقت المكسرات مهديه سكره شويه، مع طبعا الطعم المميز بتاع التمر. بس بالنسبه لنا الحقيقه الافتر تيست بتاع الشوكولاته البيضاء ما كانش احسن حاجه، بس انتوا طبعا ممكن تبدلوها بشوكولاته عاديه لو مش بتحبوا البيضه. الوصفه حلوه مبهره كمان في شكلها لو هتعملها لضيوف، عشان كده دخلت معانا قائمه تمام. وبما اننا عملنا حلويات كتير فقلنا نجرب وصفه حادقه وهي الكريمي باستا. في طاسه سخنه حطينا نص كيلو لحمه مفرومه، سبناها شويه عشان تاخد لون من تحت، وبعدين قلبناها عشان تاخد لون من باقي الاماكن. بدانا نفكها من بعضها، وبعد كده حطينا الحاجات اللي جايه دي: نص معلقه صغيره بابريكا، ربع معلقه صغيره فلفل اسود مع رشه شطه، ونص معلقه صغيره ملح. زودنا كمان نص معلقه صغيره بصل بودره، ربع معلقه زعتر. واول ما اللحمه دخلت على مرحله السوا حطينا 3 معالق كبار جبنه كريمي، ووراهم على طول نزلنا ب3 معالق كبار صوص بيتزا. قلبنا بقى كل حاجه كويس مع بعض عشان صوص البيتزا مع الجبنه يعملوا صوص كريمي كده وحلو. وفعلا اول ما الصوص تقل حطينا المكرونه المسلوقه. احنا استخدمنا بنه، ممكن تختاروا انتوا الشكل اللي بتحبوه. المهم لما قلبنا حسينا ان الصوص كان خفيف شويه، فزودنا معلقه صلصه كمان معلقه جبنه كريمي، فالصوص ظبط. نزلنا بقى بعد كده الخليط كله في صينيه بايركس وغرقناه من فوق جبنه موتزاريلا، وعليها رشه الزعتر الحلوه اللي فوق دي بتدي شكل وطعم حلو. وبعد كده دخلناها الفرن على درجه حراره 180 لمده 20 دقيقه. الحقيقه ان النتيجه كانت عبقريه. مكرونه سهله وسريعه جدا، تنفع وصفه كده للانجاز، في نفس الوقت تنفع العزومه، يعني مش باين عليها خالص انها وصفه سريعه. اما بالنسبه للطعم فقوامها كان كريمي وطعمها غني جدا بسبب طبعا الجبنه والصلصه واللحمه المفرومه، عشان كده الوصفه دي تستحق تدخل قائمه تمام. الوصفه اللي بعد كده يعني من غير كلام كتير، هي برضو منتشره على تيك توك: البيض المجمد. جبنا بيضتين حطيناهم في الفريزر 7 ساعات زي ما هم كده من غير ما يستووا عشان يتجمدوا، وبعدين خرجناهم وقشرناهم. برضو خلي بالكم البيض لسه ني مش مستوي. المهم قشرناهم، تقشيرهم كان سهل بالمناسبه. بعدين قطعناهم بالشكل ده عشان تبقى الشرايح كلها فيها ميكس بياض مع صفار. بعد كده جبنا طاسه على النار، حطينا شويه زيت ورصينا البيض عشان يستوي عادي جدا زي البيض العيون اللي بنعمله. وبعد تقريبا دقيقتين خد لون حلو من تحت واستوى من فوق، وده كان شكله في الاخر. لما دقناه لقينا طعمه زي البيض العادي بالظبط، يعني مفيش اي اختلاف. الفرق الوحيد بس بينهم في الشكل. هو طعمه ما كانش وجع بطن، بس بما اننا حطيناه في التلاجة 7 ساعات قبل ما نسويه فكان المفروض يخرج يبهرنا بقى. المهم يعني ممكن الوصفه دي ما تبقاش وجع بطن، بس هي اي كلام. جربنا بعد كده ترند منتشر قوي على تيك توك، وهو الشاي المتلج بالمربى. المفروض يعني الهدف من الميكس ده انه يضيف طعم الفاكهه وسكرها للشاي. بدانا نجرب، جبنا كوبايه كبيره، حطينا معلقه مربى وعليها كوبايه ميه سخنه، وقلبنا كل ده كويس لحد ما دابوا في بعض. بعد كده حطينا باكت الشاي، قلبنا تاني وتالت، وفي الاخر خالص حطينا مكعبات التلج. وكده بقى المشروب جاهز. وعلى عكس توقعاتنا خالص، على قد ما الطعم كان مختلف وغريب كان برضو حلو مش مزعج، حاجه ممكن تجربها مره او اتنين. السكر في المربى برضو مع طعمها كانوا كاسرين الطعم الساده بتاع الشاي ده. فالوصفه دي ممكن تجربها، بس مش هتحبها غير لو كنت بتحب الشاي اصلا، خصوصا لو كان شاي ساقع. عشان كده الوصفه دي ممكن تبقى تمام.
نرجع بقى نحلي تاني ونعمل البسكوت بالمربى. في بوله حطينا نص كوبايه سكر مع مكعبين زبده كبار وقلبناهم مع بعض كويس. بعد كده حطينا صفار بيضتين، قلبنا الخليط برده تاني لحد ما قوامه بقى كريمي شويه. بعد كده حطينا كوبايه ونص دقيق ورشه فانيليا وبشر ليمون، قلبنا تاني كل حاجه مع بعض. وعشان العجينه تلم معانا زودنا نص كوبايه دقيق كمان وعجناها بايدينا لحد ما بقت متماسكه ومظبوطه. سيبناها كمان في التلاجة حوالي نص ساعه. بعد كده رشينا دقيق وبدانا نفردها بالنشابه لحد ما سمكها بقى رفيع، بقت متساويه كمان من كل حته. دخلنا بقى بعد كده على مرحله التشكيل. اخترنا القطعتين دول نفس الشكل بس واحده كبيره شويه والتانيه اصغر. هنقول لكم ليه دلوقتي. الاولى اللي هي الكبيره عملنا بيها 6 قطع، بعدين رصيناهم في صينيه عليها ورقه زبده، وبالقطاعه الصغيره عملنا 3 بس. دخلنا البسكوت كله بعد كده الفرن على درجه حراره 200 لمده 20 دقيقه، واول ما احمر شويه من تحت عرفنا انه بدا يستوي، فطلعناه وسبناه يبرد شويه عشان نعرف نفكه من بعضه من ورق الزبده. بعد كده جينا للفينش الاخير بقى، دهنا الجزء اللي تحت ده بمعلقه مربى فراوله، طبعا تقدروا تختاروا اي نوع تاني بتحبوه، وبعدين حطينا البسكوته المتفرغه عليها من فوق عشان يبقى ليه شكل مميز كده. ودي كانت النتيجه في الاخر. بسكوت شكله ظريف جدا، طعمه كمان كان حلو قوي، يعني سكره مظبوط وفيه قرمشه كده فظيعه، بس في نفس الوقت طعم الليمون بيظهر فيه جامد قوي في الافتر تيست، فلو انت مالكش في الليمون قوي ده ممكن يقفلك شويه. بس عموما يعني طعم المربى مع الليمون عامل ميكس مزز ومسكر كده في نفس الوقت حلو قوي، عشان كده الوصفه دي دخلت قائمه تمام. دخلنا بعد كده على كوكيز المارشميلو. في بوله كبيره حطينا 225 جرام زبده سايحه، عليهم كوبايه سكر بني، وقلبناهم مع بعض كويس لحد ما السكر داب. بعدين حطينا بيضتين وضربناهم بالبلندر عشان نتاكد ان كله اتخلط ببعضه والسكر داب تماما للاخر. بعد كده حطينا كوبايتين ونص دقيق بالتدريج طبعا، وقلبنا كويس لحد ما قوام العجينه ظبط. خدنا بقى حته من العجينه فردناها كويس عشان نحشيها مارشميلو، وقفلنا عليها عشان تعمل شكل كوره صغيره كده. بعد كده رصينا كل الكور اللي عملناها في صينيه عليها ورقه زبده ودخلناها الفرن على درجه حراره 200. المشكله ان النتيجه ما كانتش شبه وصفه التيك توك خالص، الكوكيز ما فرشتش اصلا، حتى لونها ما احمرش زي الفيديوهات المنتشره، بس قلنا مش مهم، المهم الطعم. بس ده كمان ما كانش حلو خالص، يعني الميكس بين الكوكيز والمارشميلو مش جاي مع بعضه، يعني الكوكيز كانت ناشفه شويه ومش مسكره كفايه. في المجمل يعني واضح ان الوصفه دي وجع بطن. لو عجبتكم الحلقه اعملوا لها لايك وشير، وقولوا لنا عايزين نجرب وصفات ايه تاني الحلقات الجايه.